صباح الخير. بص بقى، الوصفة دي بقت ادمان بالنسبة لي علشان حاجات كتير. اولا كده لان المكونات بتاعتها بسيطة واقتصادية جدا، يعني ما فيهاش اي افتكاسات خالص. تاني حاجة بقى، وده اللي بيخليني اعملها باستمرار، ان طريقة التحضير بتاعتها ما بتاخدش ابدا ولا وقت ولا مجهود، مناسبة جدا للمبتدئين. وده لان ما بتحتاجش طريقة تشكيل خالص، يعني الوصفة كلها على بعض كده مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. الطف حاجة بجد ممكن تعمليها وتقدميها جنب مشروب سخن، شاي بقى او اي مشروب انت بتفضليه، خصوصا في الجو البرد اللي احنا فيه ده. اما بقى ريحتها وهي في الفرن اللي بتكون قلب الدنيا، كفيله ان هي تدفي البيت كله في البرد ده. اما بقى عن قوامها فبيطلع بجد ولا غلطه، ممتاز جدا، وخصوصا بقى مقارنه بسهوله المكونات وطريقه التحضير والمجهود اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. والاحلى بقى كمان ان مفيش في العجينه دي ولا بيض ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه من دي خالص. فيلا بقى نشوف عملنا الخبز ده ازاي، وازاي عملنا الخلطه القمر قوي اللي على الوش دي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا بستخدم في المعيار كوبايه الشاي العاديه اللي موجوده في كل بيت، فانا هستخدم منها كوبايه خليط ما بين الميه واللبن. انا حبيت الموضوع يكون اقتصادي شويه، لكن لو انت عايزه تخلي الكوبايه كلها لبن، عايزه تخلي الكوبايه كلها ميه، خليط ما بين الميه والزبادي، اللبن والزبادي، يعني المتاح عندك واللي على قد ما قدرتك استخدميه. المهم ان انت لو استخدمتي خليط ما بين اللبن والميه، او استخدمتي الكوبايه كلها لبن، اهم حاجه ان كوبايه السوائل دي تكون دافيه، علشان هحط عليها معلقه كبيره من الخل، علشان انا عايزه اللبن يقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده بعمل بديل للبن الرايب او الباتر ميلك، علشان ده بيخلي طعم العجينه وريحتها وقوامها حلوين جدا. انت اول ما تحطي معلقه الخل هتلاقي اللبن قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط بقى الكوبايه دي في طبق كده كبير، وحطيت بقى عليها معلقه كبيره ممسوحه من السكر، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه، وهقلبهم مع بعض شويه، ومعلقه صغيره من الملح. ولغايه هنا ممكن تقفي، بس انا بصراحه بحب اتبل العجينه فالخطوه دي اختياري. حطيت معلقه صغيره من الزعتر، ربع معلقه صغيره من البصل البودر، ربع معلقه صغيره من الثوم البودر. ومش قادره اقول لكم بقى الاضافات البسيطه دي بتودي ريحه العجينه وطعمها في حته تانية خالص. وبعدين حطيت معلقتين كبار من زيت الزيتون، عايزه تحطي زبده مفيش مشكله، عايزه تحطي زيت نباتي برده مفيش مشكله. وبعد ما قلبت الخليط السائل مع بعض كويس جدا، هبدا بقى ان انا انزل بالدقيق، بس يا ريت ما تنزليش بالدقيق مره واحده، علشان طبعا انواع الدقيق بتختلف. انا اول حاجه كده بحب اقلب بالمعلقه لغايه لما الخليط يتماسك معايا شويه علشان ما يلزقش في ايدي. اول حاجه نزلت بكوبايه واحده بس من الدقيق، قلبتها بالمعلقه كويس جدا، وبعدين نزلت بالكوبايه الثانيه وقلبتها برده بالمعلقه كويس جدا. لقيت ان الخليط لسه طري جدا وبيلزق. اما بقى الكوبايه الثالثه من الدقيق فبنزل بيها كده على مراحل. اول حاجه حطيت نص كوبايه وقلبت كويس جدا، لقيت برده العجينه لسه طريه جدا وبتلزق، فرجعت حطيت ربع كوبايه من الدقيق بقى على رخامه علشان انزل بالعجينه وناخد وندي مع بعض كده، واعرف اعجنها بشكل كويس. لان من اول واهم نجاح اي معجنات هو انك تعجني العجينه كويس جدا لغايه لما تحصلي على عجينه طريه وشكلها وملمسها يكونوا ناعمين جدا. انا بقى مجمل كميه الدقيق اللي انا استخدمتها كلها 3 كوبايات الا معلقتين كبار. طبعا انت ممكن تحتاجي 3 كوبايات، ممكن تحتاجي كوبايتين ونص. المهم ان انت تحصلي على عجينه تكون طريه جدا وبتلزق حاجه بسيطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لان تاني اسباب نجاح اي معجنات هو ان العجينه لازم تكون طريه جدا وبتلزق حاجه بسيطه، لان العجينه كل ما بيكون فيها نسبه رطوبه عاليه اللي هي السوائل يعني، وبتكون بتلزق وطريه كده حاجه بسيطه، كل ما بتطلع معاكي المعجنات هشه جدا وطريه وزي الاسبونج بالظبط. دهنت الطبق زيت وحطيت العجينه، وكمان دهنت وش العجينه بالزيت، وهغطيها بقى علشان تخمر وحجمها يتضاعف. ودول بقى المعلقتين اللي فضلوا من ال3 كوبايات دقيق. وانا علشان اخلي العجينه تخمر بشكل اسرع، خصوصا في الجو البرد اللي احنا فيه ده، بحطها في الرف اللي في النص في الفرن. وطبعا الفرن بيبقى مطفي، وبحط بقى تحتها حله او صينيه، المهم يكون فيها ميه سخنه جدا، والبخار بقى اللي هيطلع من الميه ده هيخلي العجينه تخمر بشكل اسرع. وعلشان بقى احضر الخلطه القمر اللي هنحطها على وش العجينه، استخدمت معلقه صغيره من الزعتر، نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من البصل البودر، نص معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الثوم المفروم المهروس الناعم. وكان عندي شبت وبقدونس في الفريزر، طلعتهم وقطعتهم لقطع صغيره خالص. وبعدين حطيت معلقتين كبار مليانين من الزبده السايحه، وممكن على فكره تستبدليهم بزيت الزيتون او حتى بالسمنه. ومش قادره اقول لك بقى الخلطه دي ريحتها رهيبه قد ايه. المهم ان انا هجيب الصينيه بقى اللي انا هفرد فيها العجينه، ودهنتها بالزبده كويس جدا. عايزه تدهني بقى الصينيه بالزيت او بالسمنه طبعا براحتك، ده حسب الرغبه. ودي بقى العجينه بتاعتي بعد ما خمرت وحجمها يتضاعف، هنزل بيها بقى في الصينيه كده زي ما هي من غير ما المسها ولا افضي الهواء اللي فيها ولا اي حاجه، وهفردها بقى في الصينيه. ويا ريت تفرديها بسمك متساوي علشان ما يكونش فيه جزء سميك وجزء رفيع. وبعد ما تفردي العجينه ممكن تسيبيها زي ما هي كده وتحطي على الوش الخلطه، بس انا حبيت اعمل فيها الشكل ده علشان بعد ما تستوي تتقطع معايا مكعبات كده صغيره بمنتهى السهوله. بس حاولي وانت بتقطعها بالسكينه على قد ما تقدري، خصوصا لو السكينه حاميه يعني بلاش توصلي للاخر، بس ما تقلقيش يعني
يعني حتى لو وصلت للاخر مفيش مشكله، هي اوريدي هنسيبها تخمر للمره التانية فمش هيحصل فيها اي مشكله. وهسيبها بقى تخمر للمره التانية، والمره دي مش هتاخد معاكي وقت خالص لان احنا ما فضيناش الهواء اللي في العجينه. بعد ما العجينه خمرت للمره التانية هدهن بقى الوش بتاعها بالراحه كده بالخلطه اللي انا عملتها. وممكن توقفي بقى الوصفه لغايه هنا وتدخليها الفرن، بس انا حبيت ان انا احط شويه اضافات كده من عندي. حطيت قطع صغيره من الزيتون الاخضر، انا ما اشتريتش زيتون ولا اي حاجه، ده الزيتون اللي انا كنت ملحاه في البيت. وكمان حطيت شرايح من الفلفل الاخضر الحار، ممكن تحطي الوان وممكن تحطي فلفل رومي. وكمان كان عندي قطعه جبنه رومي كده خلاص هتنشف، ففرمتها بقى وحطيتها على وش العجينه. طبعا ممكن تستخدمي جبنه شيدر، ممكن جبنه موتزاريلا، ممكن من غير جبن خالص، ممكن كمان تحطي لانشون بسطرمه. المهم ان الاضافات دي بتكون حسب اللي موجود عندك، بس صدقيني هي العجينه بالخلطه الثوم اللي احنا عملناها على الوش دي مش محتاجه اي حاجه تاني. وطبعا الصينيه اللي انت هتستخدميها هيكون حسب رغبتك انت في سمك العجينه. في ناس بتحب سمكها يكون رفيع شويه وناشف، وفي ناس بتحب سمكها يكون سميك شويه علشان يديها القوام القطني الاسفنجي ده. انا الصينيه اللي استخدمتها مقاس 32. هتدخل بقى على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 190 في الرف اللي في النص، مع المتابعه طبعا لان كل فرن بيختلف عن التاني. انا اخدت معايا في الفرن 25 دقيقه وكانت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. المهم ان انت اول ما تلاقيها اخدت لون ذهبي فاتح كده من تحت ومن الجوانب يبقى هي كده خلاص استوت. لقيتي بقى الوش بتاعها محتاج لون كده، ممكن تفتحي عليه الشوايه حاجه بسيطه. عايزاها لون افتح من كده ممكن ما تفتحيش عليها الشوايه خالص. وبس كده يا ستي، وعلى ما اعتقد يعني مفيش ابسط ولا اسهل ولا احلى من كده. عملنا العجينه من غير بيض ولا زبده ولا سمنه ولا حتى تشكيل. يعني الوصفه كلها على بعض كده لو حسبتيها هتلاقيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق بس وقت ومجهود انت هتعمليه. سهوله المكونات وطريقه التحضير والمجهود مقارنه بقى مع الشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، وريحتها اللي كانت قلب الدنيا وهي في الفرن، وقوامها اللي كان طالع بجد ولا غلطه. اما بقى طعمها فكان ولا احلى مع كوبايه شاي سخنه بقى في الجو اللي احنا فيه ده. فليه بقى ما اعملهاش باستمرار وكل مره احضرها بشكل وطعم مختلف. عجينه ناجحه جدا من غير ما نستخدم ولا بيض فيها ولا زبده ولا حتى سمنه، بس طعمها بقى كان عكس بساطتها خالص. جربوها وانا واثقه ان شاء الله ان هي تعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.